السلام عليكم البنات ومرحبا بكم. لا فيديو تاع اليوم جبت لكم فيها من انجح وصفات السفنج اللي ممكن تجربوها. هاد الوصفه ناجحه 100%. الكل مبتدئه حابه تتعلم السفنج او موالفه تجربوا وما تنجحش فيه. على بالي من بعد هاد الوصفه مستحيل تستغناو عليها. كما راكم تشوفوا يجي بزاف خفيف، ما يشربش الزيت، يتنفخ، ما يجيش معلك الداخل، والاهم من ذلك مقرمش وما يشدش الوقت، يعني بدون جهد، غير بوقفه وانتم حضرتوه تفرحوا به عائلتكم، ممكن تستعملوه لأفراحكم لمناسباتكم. هاد الوصفة ناجحة 100%. أهم نصيحة ما تراطيو حتى لقطة في الفيديو حتى تتحصلوا على سفنج ناجح، لأنه عطيت لكم فيه جميع التفاصيل لنجاح هاد الوصفة. ما نطولش عليكم، نمر مباشرة لمشاهدة طريقة التحضير. لتحضير هذا السفنج استعملت قياس الكاس المستعمل اللي هو 240 مليلتر. في وعاء حطيت 2 كيسان تاع الماء اللي يكون دافي، ملعقة كبيرة مملوءة جيدا من السكر، ملعقة كبيرة أيضا مملوءة جيدا من الخميرة الفورية اللي هي خميرة الخبز. نحرك هذه المكونات جيدا بالفوي حتى يتجانس السكر والماء كذلك الخميرة. الآن نجيب صفاية نحط عليهم كاس من الفرينة. نصيحة في أي وصفة من اسفنج، خبز، أي عفسة من المخبوزات المعجنات، حاولوا تصفيوا الفرينة ديالكم حتى تتحصلوا على عجينة اللي تجيكم خفيفة ومهوية. نحط الكاس الأول من الفرينة، نضيف الكاس الثاني من الفرينة ونستعمل الفوي، يعني نحرك هذه المكونات جيدا بالفوي حتى تتجانس الفرينة مع المكونات الأولى. بعد ما نحركهم جيدا نغطيهم ونخليها تريح مدة 10 دقائق في المكان اللي يكون دافي، يعني بدرجة حرارة المطبخ. بعد مرور 10 دقائق من الوقت، بالنسبة للمرحلة الأولى لهنا فتحت عليها الوعاء لقيت العجينة اختمرت، نحاول نهبطها فقط بالفوي. نمر الآن للمرحلة الثانية اللي راح نزيد فيها كمية الفرينة. بعد ما كنا حطينا 2 كيسان من الفرينة في البداية، الآن راح نزيد الكاس الثالث والرابع اللي لازم تغرب لهم حتى تحصلوا على عجينة خفيفة. بعد ما نغربل 2 كيسان تاع الفرينة نحط معاهم كمية مليحة من الملح. نوصيكم لهنا كنصيحة بالنسبة للسفنج تاع الفرينة، إذا ما درتولوش الملح راح يجيكم صامت وما ينتكلش، يعني حاولوا هاد جميع المخبوزات اللي ديروها بالفرينة ديروا لها كمية مليحة من الملح، ماشي ديروا ملعقة صغيرة نتاع الملح يجيكم صامت وما ينتكلش، ديروا حوالي ربع ملعقة كبيرة من الملح اللي ما تكونش معمرة مليح، كيما نديروا الملح الكسرة فطير. نحط معها ملعقة صغيرة أيضا مملوءة جيدا من الخميرة الكيميائية، خميرة نتاع الجاتو. ونحاول الآن نمزج هذه المكونات جيدا، ندخل الملح والخميرة مع الفرينة مليح. بعد ما جمعت العجينة وطميتها نجيب الآن نص كاس من الماء الدافي نضيفه بكميات قليلة على مراحل، وفي نفس الوقت نخبط العجينة داخل الوعاء جيدا، نحط الماء ونخبط، نرش ونخبط حتى يتبدل اللون تاع العجينة، يعني تحسوها باللي ابيضت وتحسوها تهوات، تخليها الهواء تبدا تدير فيها دوك النبابل تطرى. نغطيها ونخليها تختمر مدة ربع ساعة. بعد مرور ربع ساعة من الوقت كما راكم تشوفوا اختمرت العجينة نصف الاختمال. أنا راح نهبط الخمور فقط باستعمال يدي ونعاود نغطيها مرة ثانية مدة نصف ساعة.
بعد مرور نصف ساعة كما راكم تشوفوا اختمرت العجينة ما شاء الله. الآن راح نهبط الخمور فقط بيدي. لهنا بعد ما هبط الخمور نحاول نقسمها إلى 12 انكرة، يعني هاد العجينة راح تخرج لكم 12 حبة نتاع الاسفنج. نستعمل الزيت نقرصها كامل كريات، نحطها في صينية اللي كنت دهنتها أيضا بالزيت وغطيتها بكيس بلاستيكي، ونبدأ نخدم بالكرية الواحدة. بالنسبة للكرية كيفاه نخدمها، تحاولوا تجبدوها شوية في الوسط، اما بالنسبه للاطراف ما يكونوش خشان بزاف، يعني تكون في الوسط. كنت حطيت 2 مقلات على النار، مقله حطيت فيها حوالي 6 ملاعق كبيره من الزيت على النار اللي تكون قليله، اما المقله الاخرى حطيت فيها زيت غزير والنار تكون متوسطه. نحط الحبه تاع السفنج في النار اللي تكون قليله، بعد ما تشد روحها نرفدها ونحطها في المقله اللي فيها زيت غزير، ونستعمل ملعقه نرشها بالزيت كما راكم تشوفوا تتنفخ وتتنبل ما شاء الله. بعد ما تدي اللون من الجهة السفلية نقلبها حتى تدي لون ذهبي من الجهة الأخرى. بعد ذلك نحيهم ونحطهم كامل في كاس، يعني يقطروا، يعني صراحة ما يشربوش الزيت كامل. هاد العجينة ما تشربش الزيت. اما بالنسبه لطريقه التقديم تقدموهم بالعسل ولا تقدروا تقدموهم كيما راهم، يعني كل واحد كيفاه يحب ياكل السفنج تاعو. صدقوني هاد السفنج ناجح 100%، وراح ينجح معكم من اول تجربه، خاصه اذا طبقتوا جميع التفاصيل والخطوات اللي كنت وضحتها لكم في الفيديو، اللي هي الاساس تاعو في طريقه التخمير تاع العجينه. وخاصه انه هاد العجينه بزاف سهله وما تحتاجش للجهد ولا الوقت، يعني غير بوقفه وانتي حضرتيها تخمري وتهبطي الخمور وراح تتحصلي على اسفنج ولا اروع. نتمنى ينال اعجابكم هذا الاسفنج، تجربوه تفرحوا به وليداتكم وتحضروه في مناسباتكم وافراحكم. وما تنساوش تدعموني باشتراك وجيم للفيديو هكا وباه يوصلكم كل جديد، وتشجعوني حتى نشارككم العديد من الفيديوهات الناجحة اللي تخلي كل مبتدئة تنجح في تحضير الوصفات. وإلى الفيديو القادم بإذن الله.